السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بكم. راجع لكم باخبار جديدة، اخبار قوية ان شاء الله راح تعجبكم. بس بالبداية لا تنسون الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. رئيس مجلس الوزراء محمد اشياع السوداني يوجه بزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية. يعني هذا الخبر نزل، وان شاء الله راح تصير زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية. شوف هذا الفيديو وبعدها نرجع وياكم. زيادة الرواتب ضمن القانون، يعني الراتب 420 للأسرة اللي عندها أربع نسمات. ولزيادة الرواتب احنا جلسنا وياه وتناقشنا بهذا الموضوع، فعنده رؤية انه تكون هناك زيادة بالرواتب، بالإضافة إلى أنه تنمية واردات الصندوق الحماية الاجتماعية. بحمد الله احنا منذ استلامنا لهذا المكان تابعنا واردات الصندوق، بدأ الحمد لله الصندوق ذكرتي حتى بالحلقة السابقة وهذا مثل ما شفتوا الفيديو ان شاء الله راح تكون اكو زيادة، وزيادة قوية في رواتب الرعاية الاجتماعية. وان شاء الله اي خبر ينزل بهذا الخصوص راح انشره لكم وتدللون. لكن لا تنسون دعمنا بلايك واشتراك بالقناة، وان شاء الله الاخبار اول باول توصلكم.